تعرف مين هو حسن الصباح؟ حسن الصباح اللي انت متخيل اني هتكلم عنه هو زعيم فرقة الحشاشين، واللي اتعمل عنه مسلسل بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز وكتبه عبد الرحيم كمال. لكن انا هتكلم عن حسن الصباح العالم العربي اللي اتولد في لبنان واللي حمل لقب إديسون الشرق. كان ميلاد حسن كامل الصباح يوم 16 أغسطس 1894 في منطقة النبطية في لبنان. ظهر اهتمامه وهو في الابتدائية بالرياضيات والهندسة. أمه قالت إن أول اختراعاته وهو لسه طفل يوم ما طلب منها فلوس وخرج واشترى شوية حاجات ورجع. ما تقلقيش، ده دماغه سن. قفل على نفسه الأوضة. بعد شوية كل أهالي الحي يخرجوا من بيوتهم ويتفرجوا. الطفل حسن الصباح طير أول بالون ورقي في سما الحي طاير بالغاز. الكلام ده كان بعد سنة 1900 بحاجة بسيطة. وفي الكلية بقى يدرس مع نفسه علم الفلك بجانب دراسته للفيزياء. دخل الخدمة العسكرية الإجبارية للجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، وهناك التحق بقسم اللاسلكي واختلط بالمهندسين الألمان، وده خلاه يتعلم اللغة الألمانية، وبالتالي تابع أبحاثه في الكهرباء وتم ترقيته وهو في الجيش لرتبة ملازم أول. بعد ما انتهت الحرب اشتغل مدرس، لكن هو ما استريحش في الشغلانة دي، وبعدها هاجر لبوسطن في أمريكا عشان ينتسب للجامعة هناك. في حاجة تاني؟ شوية حاجات بسيطة كده. بسيطة. وبسبب سوء الوضع المالي ما قدرش يكمل في الجامعة، واشتغل كمهندس لمدة سنة 1921 في شركة جنرال إلكتريك، بالرغم إنه ما حصلش على شهادة الهندسة. وفي الشركة دي بدأت الاختراعات المهمة، وده اللي خلى رؤسائه في العمل يخصصوا له مكتب ومختبر خاص بيه يعينوا له عدد من المهندسين الأمريكان عشان يشتغلوا تحت إدارته ويستفيدوا من خبرته. والله انت ايدك تتلف في حرير. وسنة 1928 اخترع جهاز زي التلفزيون، وطبعاً ده كان قبل اختراع التلفزيون في العالم ب30 سنة. وبعدها اخترع حسن الصباح جهاز التصوير الكهروضوئي، وهو ده الأساس اللي بتعتمد عليه السينما الحديثة. وسنة 1930 اخترع جهاز يحول الطاقة الشمسية لطاقة ضوئية مستمرة زي الطاقة الكهربائية واللي معروفة حالياً بالخلايا الشمسية. الله عليك عبقري الله. عرض اختراعه على الملك فيصل الأول ملك العراق، ولكن للأسف ملك العراق مات بعدها، فعرض اختراعه على الملك عبد العزيز ملك السعودية، ولكن حسن الصباح نفسه مات فجأة. مات عن عمر يناهز 41 سنة بعد ما سجل 26 اختراع لوحده في مجال الإلكترونيات و9 اختراعات بالمشاركة مع الآخرين. والحقيقة اتقتل في ظروف غامضة، وده كان يوم الأحد 31 مارس سنة 1935 في سيارته. والأطباء عجزوا عن تحديد سبب الوفاة، لأنهم لقوا حسن الصباح قاعد على كرسي العربية سليم تماماً وبدون أي جروح، وده طبعاً رجح وجود شبهة جنائية في وفاة العالم حسن كامل الصباح إديسون الشرق. شفتوا بقى إن عندنا حسن الصباح تاني خالص إزاي؟ حسن الصباح اللي نفسي يكون فيه منه كتير قوي في بلادنا. صدقني هتحقق حاجات كتيرة قوي. ودينا اهو طلعنا إحنا أول ناس عملنا كاميرا السينما، ودينا اهو طلع من عندنا أول واحد اخترع حاجة شبيهة بالتلفزيون، واخترع كمان حاجة ليها علاقة بالسينما. خليك ورا حد.